السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جاية لكم بوصفة جميلة جدا، طاجن أرنبيط في الفرن كده، حاجة جميلة جدا بطعم وريحة بسم الله ما شاء الله، أكنه معمول بلحمة مفرومة، من غير لحمة مفرومة، من غير أي لحوم ولا أي حاجة، وبزيت، حاجة بسيطة جدا. فضلا وليس أمرا، لو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تبخلوش عليا بلايك وشير وسبسكرايب. اتفضلوا معايا نشوف الطريقة. نبدأ بسم الله. معايا جريلا على النار، جريلا أو ووك أو صينية مش هيفرق، فيها زيت بالشكل ده كده، ومعايا أرنبيط مسلوق حط عليه ملح وحط عليه كمون. بحط الزيت معايا بيسخن على النار، ومعايا بصلاية مقطعاها صغير، يعني مقطعاها قطع صغيرة. تمام، ممكن نفرمها في الكبة عادي جدا أو نبشرها بالمبشرة عادي جدا. تمام، بس أنا مقطعاها يعني صغير. بقلب معايا البصلاية، معايا قرن من الفلفل الحراق مقطعاه يعني قطع متوسطة، علشان مش عايزة الحموين بتاعه يعني يظهر في قلب الطاجن بتاعي. ومعايا جزراية مبشورة بالشكل ده كده. طبعا القيمة الغذائية بتاعة الطاجن ده عالية جدا يا جماعة، نكتر من الخضار في الأيام ديت. نزلت معايا بملح، يعني بربع معلقة صغيرة من الملح. تمام، بقلب معايا الخضار بتاعي لحد ما بيدبل مع بعضه. حقيقة الوجبة ديت من الوجبات اللي في منتهى الجمال، بقيمة غذائية عالية ومشبعة جدا، من غير فراخ ومن غير لحوم، حتى نسبة الزيوت اللي فيها قليلة جدا. معايا كمان فلفل بتوم، انا ببقى فرماه ومخليه عندي في التلاجة، بنزل بيه. تمام، وبقلب معايا لحد ما بلاقي الريحة بتظهر معايا في منتهى الجمال بالشكل ده كده اهوت. ومعايا طماطم بكون يعني عصراها في الكبة او في الخلاط عادي جدا، 3/4 من الطماطم، وبنزل عليها كمان بشوية من المية، وهنزل كمان بمعلقة من الفلفل الاسمر، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من الكزبرة. وطبعا بنظبط الملح بتاعنا على حسب نوع الملح بتاعك، بتظبطي الحدق بتاع الطبخة بتاعتك. تمام، بقلب معايا وبسيب معايا لما الطماطم بتاعتي تتسبك، التسبيكة بتاعتي تبقى لونها كده جميل وتتسبك معايا. ومعايا القرنبيط بتاعي قطعته الوردات كده علشان يبقى في الطاجن شكله كده جميل وياخد من التسبيكة ويبقى في منتهى الجمال معايا. معايا كمان نص معلقة كده صغيرة من الكمون. تمام، معايا كمان ربطة من البقدونس او الكزبرة، مش هتفرق معايا، بتدينا طعم وقيمة غذائية عالية جدا في الطاجن بتاعي. بقطعها قطع صغيرة بالشكل ده كده، وبقلب معايا كله مع بعضه بالشكل ده. بنزل معايا بالقرنبيط، بنزله معايا كده في التسبيكة بتاعتي وبقلبه كويس جدا. طبعا في المرحلة ديت بكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، وبنزل كل محتويات الووك بتاعتي في طاجن وبظبطه كده كويس جدا، وبدخل معايا الطاجن بتاعي الفرن في الرف الوسطاني على درجة حرارة 200، ولما يخرج بأمر الله نشوفه مع بعض. وبكده طاجن الأرنبيط بتاعي بعد ما طلع من الفرن واخد لون جميل جدا وريحة في منتهى الجمال وطعم جميل جدا، ان شاء الله هيعجبكم. اللي هيدوقه بأمر الله هيقول ان هو محطوط فيه لحمة مفرومة، وهو وجبة اقتصادية مفهوش لحمة ولا حاجة، حتى الزيت اللي فيه قليل جدا ومفهوش بيض، احسن من المقلي. اتمنى لو الطريقة عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.